السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندنا فلوج. هو مش النهاردة اللي هو النهاردة، هو أصلا اوريدي الفلوج خلص واليوم بتاعي خلص. ولكن يومها كنت عايز أشارك شوية أفكار كده جوايا، ولكن لم تسنح الفرصة. فقلت بقى إيه، لما أرجع البيت نقعد قدام الكاميرا ونخلص كل الأفكار اللي جوه دماغي دي. فها أنا ده في غرفتي بشاركك. كل شوية هتلاقيني بطلع كده في الفلوج وبشاركك الأفكار اللي أنا عايز أقولها. ماشي فكر بقى لما يجي لك هو بيجيب لك الدخان لقد وصلنا الحمد لله للقاهرة. وبجد كل مرة باجي القاهرة بحمد ربنا قوي على نعمة اسكندرية. اسكندرية حرفيا أوضة وصالة، طريق البحر، ترام، شارع أبو قير، بس خلاص على كده. لكن كل مرة باجي القاهرة بحس ان ده مكان جديد عليا، وبحس ان الاماكن بتتحرك من مكانها. يعني المكان اللي انا كنت خلاص حافظ ان هو في الحتة الفلانية، المرة اللي بعدها بحس ان هو لا، اتحرك راح في مكان تاني. فموضوع غريب الصراحة يعني. فالحمد لله على نعمة اسكندرية بجد. يمكن اكتر حاجه اتأملت فيها في اليوم ده هو اهميه ونعمه القناه اللي انا عاملها، قناه اليوتيوب بتاعتي، ان انا اقدر اشارك الافكار اللي جوايا وقت ما احب من غير ما اكون مقيد بحاجه معينه. يعني على التلفزيون او لما طلعت على التلفزيون كان جوايا حاجات كتيره جدا عايز اقولها واعبر عنها، لكن انت مقيد، ما عندكش الاريحيه ان انت تقول كل حاجه. فهنا ادركت قيمه القناه بتاعتي، ان انا اقدر احط الكاميرا واشارك الافكار اللي جوايا مع اصدقائي ومع حبايبي. فالحمد لله على نعمة هذه القناة. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ كنت عايز اعرف استوديو قناة الرحمة فين؟ اخر دور الدور الاخير هنا. في تكييف. تمام شكرا لحضرتك، مع السلامة. ده اسمه شوت جان مايك. شوت جان مايك بياخد الصوت اللي موجه، يعني انا بتكلم ده زي ما انت بالظبط. هو اصلا مخصص للناس الفلوجرز اللي بيبقوا ماسكين الكاميرا كده وبيتكلموا، فبياخدوا الصوت الموجه ليه، مش بياخدوا الصوت اللي من وانت هنا. ليه بص هنا كده. فالمايك ده بياخد بس الصوت الموجه عليه، فما بياخدش بقى اي، يعني لو عربيه معديه وعامله صوت ما يجيبش صوتها. غير بقى المايكات اللي بتبقى هنا دي بتاخد كل حاجه حوالينا. ده احسن. لا مش احسن، هو انسب. كل مايك بيبقى مناسب لنوعيه تصوير معينه. فاهم قصدي؟ دي المعلقتين ونص. ده الكركديه اصلا. طبعا دي مش اول مره اطلع التلفزيون، طلعت قبل كده وانا صغير عامه. كنت بطلع اقول اناشيد بقى وحاجات من دي. ودكتور محمود نصر دي تاني مره اطلع معاه. اول مره كنت في تانية تالتة اعدادي، ويومها كنت صغير قوي. وحتى سألني يومها قال لي نفسك تبقى ايه، فقلت له نفسي ابقى دكتور. ان شاء الله اتمنى ابقى دكتور. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. مبسوط يا حبيبي، اهو بقيت دكتور. لا طبعا بهزر. طبعا لما دكتور محمود كلمني بقى عشان نعمل اللقاء وكده، بصراحه كنت مبسوط جدا بفكره تجدد اللقاء وكده. ولكن لما تأملت في الموضوع حسيتني مش كفء، او انا تساءلت يعني انا هطلع اعمل ايه ولا هقول ايه، يعني لان انا ما حققتش حاجه معينه اقدر ان انا اشاركها او اتكلم عنها. ولكن اللي شجعني كذا حاجه، فكره ان دكتور محمود هو اللي كلمني وكده، فانا بعز الراجل ده جدا جدا، فما ينفعش ان انا ارفض له طلب. ثانيا هو البرنامج اصلا موجه للشباب. هو اسمه الشباب والعيد. فدي فرصه كويسه ان انا اقدر ان انا اعبر عن نفسي من خلالها، ان البرنامج اصلا كده كده معمول للشباب يعني، فمش لازم اكون محقق حاجه معينه. حاجه كمان، وهي انه دي فرصه كويسه، هتبقى تجربه حلوه، تجربه جديده، ان انا اكسر حاجز الرهبه. لان فكره الظهور على التلفزيون هي حاجه بره الكومفورت زون بتاعتي، ففكره ان اكسرها دي تجربه حلوه قوي. و برضو يعني انا ما كنتش مستقر خالص على الموضوع اللي انا هتكلم فيه. يعني حتى ليله التصوير انا مش عارف هتكلم في ايه، عندي تصوير بكره على التلفزيون وانا مش عارف هتكلم عن ايه. فلما فكرت قلت بقى نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا، بما انه حاجه ليها تجربه معايا فيها، بلس ان ده موضوع بيخص الشباب جدا جدا. فالحمد لله صورنا وعرضت الافكار اللي جوايا بشكل كويس على ما اظن يعني. وبس يعني التجربه كانت كويسه، والواحد قدر يكسر حاجز التلفزيون. افعل ما تؤمر أبدا.
يا إبراهيم وفديناه الله. إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. حلو والله جميل. اشتغل على نفسك. وعايز الشغل اسمع. ده خليك. حضرتك الحمد لله بخير والله. الحمد لله. ايوه كده. لا وبعدين لازم هو لازم يستكشف الكاميرا. ايوه. المهم بقى في حاجة أحزنتني أو مش أحزنتني، هي حاجة يعني لا طاقة لي بها. فكرة إن دكتور محمود لما جه يقدمني هو وصفني بإني داعية ومن مشاهير السوشيال ميديا بحسن نية تماما. يعني هو الراجل عارف إن أنا حافظ القرآن من وأنا صغير، ولما بتكلم معاه كان كلامي واخد الصبغة الدينية إلى حد ما، فوصفني بالداعية. وهو عارف برضو ان انا بعمل فيديوز على السوشيال ميديا وكده، فوصفني باني من مشاهير السوشيال ميديا. وده بحسن نية تماما. هو الرجل خلوق ومتواضع لأبعد الحدود بجد. يعني انا كنت عايز اعمل معاه لقاء انترفيو عشان تتعرفوا على هذا الشخص الجميل، خصوصا ان هو يعني اعلامي وطبيب وما شاء الله عليه بجد. من الناس النادرين اللي لما تتعامل معاهم هتدرك فعلا ان هو شخص نادر. لكن للاسف لم تسنح الفرصه ان احنا نعمل لقاء سوا، نعمل انترفيو يعني هنا على القناه بتاعتي سريع يعني. فبس هو قال لي ان هيبقى فيه لقاء معايا تاني يعني قريبا ان شاء الله، فسانتظر هذا اللقاء واعمل معاه الانترفيو وتتعرفوا على هذا الشخص الجميل. واخيرا انا مش داعيه، انا مش اتمنى طبعا والله، بس انا لسه يعني ما حصلتش طالب علم، فيعني نسال الله التوفيق والسداد. الحته اللي اسمها المانيال، انضف حته في التحرير كلها المانيال. اسمها ايه؟ جاردن سيتي. السفاره الامريكيه على شمالك، هي معموله بالحجزه ده. السفاره الامريكيه بص معموله حجزه قد ايه؟ ده فندق هيلتون. وبس ده كان يوم صعب ومرهق لأبعد الحدود، وخصوصا في ظل مواصلات القاهرة. يعني أنا طالع من الاستوديو القناة الساعة 6:30، على وصلت محطة رمسيس كانت 8، وعلى ما عربية اسكندرية حملت كانت 9، وعلى ما طلعنا بره القاهرة ذات نفسها بقت 10، على ما وصلنا اسكندرية كانت 12:30. فكان حوار صعب جدا، والقاهرة حواراتها كتير قوي بجد. يعني مفيش حد كده تسأله على مكان توصل بسهولة، لازم تحتاس. يعني حتى صاحبي اللي هو بقاله 5 سنين عايش في القاهرة، المرة الأخيرة لما كنا في جامعة زويل سوحني تسويحة بنت لذينة. فالحمد لله على نعمة اسكندرية يعني بجد أوضة وصالة حرفيا يعني. وحتى لما رجعت اسكندرية من القاهرة يعني حسيت كأني زي السمكة اللي رجعت للمية بتاعتها. فبس ده كان يوم شاق ومرهق ومميز وجميل، يعني اشوفكم فيديوز تانية جديدة ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.